البطاقة البرتقالية هي وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية للعربة تجاه الطرف الثالث، أي توفر بذلك الحماية لمواطني الدولة المزارة في حال السفر بالسيارة لأي دولة عربية مشاركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة، دون الحاجة إلى إبرام عقد تأمين في الدولة التي تنوي السفر إليها. تم توقيع اتفاقية البطاقة العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية التي تعرف باسم اتفاقية البطاقة البرتقالية بمقر وزارة المالية التونسية في 26 من أبريل 75 و900 وألف من طرف ممثلي حكومات 11 دولة عربية، لتنضم لاحقاً 6 دول أخرى للاتفاقية. وقد كان الهدف من نظام البطاقة البرتقالية تعزيز السياحة والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية، وتيسير تنقل المواطنين بسياراتهم بين هذه الدول، وذلك في إطار نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق التي قد تتسبب فيها هذه العربات. ومنذ انطلاق العمل بالاتفاقية مكنت البطاقة البرتقالية من توفير التغطية التأمينية لتنقل ملايين السيارات سنوياً عبر مختلف الدول العربية بكل سهولة وسلاسة. ويتولى الإشراف على سير هذا النظام التأميني الاتحاد العام العربي للتأمين، وهو هيئة دولية عربية غير حكومية تعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية. يسعدني ويشرفني أن أكون في تونس الجميلة للاحتفال بذكرى الخمسينية لتوقيع على معاهدة البطاقة البرتقالية. ويعنى بتطبيق مقتضيات نظام البطاقة البرتقالية على مستوى كل دولة عضو بالاتفاقية مكتب موحد إقليمي يتولى توفير البطاقات البرتقالية لشركات التأمين الأعضاء بالمكتب، والتكفل بتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات الحاملة للبطاقات البرتقالية الحاصلة على ترابه. وتعمل هذه المكاتب في إطار لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة التي تعقد اجتماعات دورية لدراسة كافة المسائل المتعلقة بنظام البطاقة البرتقالية. وأننا نحظى اليوم بشرف الاحتفال على أرض تونس بمرور 50 سنة على إحداث البطاقة البرتقالية. يمر علينا 50 عاماً على اتفاقية البطاقة البرتقالية والموقعة في 26 إبريل عام 75 في الحبيبة تونس. ويطيب لي في هذا اليوم أن أبارك للجميع بمناسبة اليوبيل الذهبي للبطاقة البرتقالية العربية. حييكم من أرض تونس الخضراء الحبيبة، ونحن نحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء البطاقة البرتقالية أو اتفاقية البطاقة البرتقالية. منذ 50 عام شكلت اتفاقية البطاقة البرتقالية للتأمين إنجازاً هاما للاتحاد العربي للتأمين، حيث لعب دورا محوريا في تطوير منظومة البطاقة البرتقالية منذ انطلاقها قبل 50 عام. البطاقة البرتقالية هي إحدى المسميات التي أطلقت على اتفاقية التأمين الموحد والخاصة بعبور وسير المركبات عبر البلاد العربية. الحقيقة أن البطاقة البرتقالية أثبتت نجاحها، والدليل على ذلك استمرار العمل بها لمدة 50 عاما. وترجع هالبطاقة فعالة بين كافة الدول اللي هن أعضاء الاتفاقية، ونتمنى نشوفكم من الله يراد بتونس. وبالنهاية نشكر الجمهورية التونسية الشقيقة والمكتب الموحد التونسي على الدعوة الكريمة. وقد شهدت منظومة البطاقة البرتقالية على مدى 50 عاماً من العمل العديد من المحطات والتطورات الهامة التي ساهمت في إبراز هذا النظام ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لعل أهمها استبدال البطاقة البرتقالية الورقية ببطاقة إلكترونية يمكن تحميلها وإظهارها من خلال تطبيق إلكتروني، بالإضافة إلى تسهيل عملية التأكد من صحة بياناتها بواسطة قارئ رمز الاستجابة السريع المدرج بالبطاقة. كما يتم العمل على تطوير الجزء الخاص بالتعويضات على المنظومة لجعلها أكثر فعالية بما يضمن حقوق المتضررين والمكاتب.
وتحتفل البطاقة البرتقالية في 26 من شهر أبريل سنة 25 و2000 بالذكرى 50 لتوقيعها. ولن اختلف التاريخ، فإن المكان لم يتغير، فها هي تونس تجدد الموعد لتكون أرض يلتقي فيها الأشقاء العرب، لا فقط للاحتفال بالذكرى 50 لتوقيع الاتفاقية، بل لمزيد تطويرها لتظل كما كانت طيلة نصف قرن همزة وصل وتقارب وتعاون بين البلدان العربية.